تاكل معانا يا اسطى كحك في ايه؟ بقول لك ما بلاش موضوع الكحك العيد ده، يعني ممكن نقضي العيد ده بسوداني مثلا او كاجو، يعني الكاجو مفيد برضه. ايه يا ابني، ما انت المفروض ثالثه ثانوي يعني والنهارده عيد، فالمفروض تستغل انك تريح يعني. خد بس الكحكايه دي اسمع مني. لا شكرا، يعني انا خدت بما فيه الكفايه، بس يعني تشيل بس الكحك ده الله يرضى عليك، يعني انا متشائم لوحدي اساسا. خلاص يا عم، بس انت عارف كان في اغنيه من الصبح كده لازقه في دماغي مش عارف اخلص منها. ايه هي؟ كانت بتقول دايره وعيد بيسلم عيد، ناس بتعيد ناس بتعيد واللي تصدق عيد. انك عيل. طيب، كل سنه وانتم طيبين الاول، وعيد سعيد عليكم. طبعا خلاص العيد الكبير قرب، يعني فاضل له يومين او ثلاثه على حسب وقت نزول الفيديو ده، اللي هو وقت طبيعي لنزول فيديو بيتكلم عن العيد. فلو انت بتتفرج على الفيديو ده مثلا بعد العيد، فانا يعني مش عارف ايه اللي يخليك تفتح فيديو بيتكلم عن العيد بعد ما العيد خلص، يعني فاهم؟ بس الفضا بيعمل اكتر من كده برضه، فما علينا. او ممكن انا بمرقعتي ما الحقش اخلص الفيديو ده وانزله بعد العيد، يعني تحصل مني برضه. لكن مش مهم بقى انت تتفرج امتى على الفيديو ده، المهم انت منورنا في الفيديو. وطبعا اكيد النهارده انا جاي اكلمك عن العيد الكبير، عيد اللحمه، اللي الشوارع كلها بتكون فيه مليانه بالدم. يعني تعدي جنب جراج واحد صاحبك مثلا تلاقي فيه دم نازل من تحت باب الجراج، منظر انت لو شفته في يوم عادي هتطلع تجري وتبلغ عن صاحبك، او ممكن يغمى عليك في ساعتها ما تلحقش تعمل حاجه اصلا. لكن في اليوم ده بالذات انت بتتعامل مع الموضوع على انه عادي، يعني منظر عادي زيه زي انك تشوف مثلا عيال صبغه شعرها اخضر وماشيه في الشارع في اليوم ده. برضه كل الحاجات دي بالنسبه لك بتبقى في اليوم ده طبيعيه، لان اليوم ده بيبقى مميز، يوم ما بيجيش غير مرتين في السنه، يوم بيتجمع فيه الناس بالعشرات واحيانا بالمئات في الساحات والشوارع عشان يصلوا صلاه العيد. معلش برضه الحته دي شغله دماغي من وانا عيل صغير، يعني ما اعرفش ليه صلاه العيد دايما الناس تحب تروح تصليها في الساحات. يعني ممكن الجامع ما يكونش زحمه عادي وتلاقي الناس برضه رايحه تصلي في الساحه، بس ما علينا برضه، المهم ان احنا بنتجمع وبنصلي مع بعض. طبعا العيد الكبير ما بيبقاش بفرحه العيد الصغير، بس المهم ان بيبقى فيه فرحه اللي هي فرحه العيد. بس انت عارف المشكله في ايه؟ ان العيد الصغير بقى زيه زي العيد الكبير، بقى حتى زيه زي الايام العاديه. احنا ما بقناش نحس بفرحه العيد دي قوي، يعني جمله العيد بكره دي ما بقاش ليها تاثير كده. يعني انا وانا صغير لما كنت بسمع جمله العيد بكره دي كنت بطير من الفرح، لا حرفيا كنت بطير من الفرحه، كنت بتشعلق في نجا في الصاله من الفرحه. انا وانا صغير لما كنت بفرح كنت بقلب قرد، ولما كان حد يقول لي كلام مش عاجبني، يعني انت عارف الحيوان اللي بنقلب ليه كلنا، يعني لما نتعصب شويه، بس مش لازم نوضح يعني. بس خلينا نركز في موضوعنا دلوقتي. المهم انا مش جاي النهارده اكلمك عن العيد او عاداتنا وتقاليدنا في العيد، انا جاي اكلمك النهارده عن فرحه العيد. يعني احنا ليه ما بقيناش نحس بفرحه العيد دي زي الاول؟ طبعا لو انت لسه في ثالثه سنه فده طبيعي انك تكون مش عارف تفرح في العيد، يعني انت كده عندك دم. يعني كل ما تحاول تفرح بالعيد ده هتفتكر امتحان الفيزياء فيتنكد عليك تاني. يعني انا حاسس بيك برضه، انا كل ما احاول افرفش واستمتع بالاجازه افتكر انا هبقى في ثالثه سنه وبعد شهر. لا انا مش بكتب، انا ببقى اوريدي بكتب وصيتي وبقيس بقى هل ارتفاع بلكونتنا ده كافي انه يخلص ولا محتاج انط من بلكونه الجيران. فطبعا بتوع ثالثه ثانوي دول يعني دول استثناء وربنا يكون في عونهم، يعني في حاجات شاغله دماغهم دلوقتي غير فرحه العيد. لكن احنا بقى ايه اللي حصل؟ يعني ليه العيد ما بقاش زي الاول؟ مبدئيا كده خلينا نعرف بس الاول هو ليه ربنا عمل لنا الاعياد دي اصلا. احب اقول لك ان ربنا عمل لنا الاعياد دي كمكافاه لينا على عبادتنا ليه عز وجل. عشان كده انت لو تاخد بالك العيدين اللي عندنا دايما بيجوا بعد عباده، يعني العيد الصغير بيجي بعد صيام شهر رمضان، والعيد الكبير بيجي بعد الحج وصيام العشر الاوائل من ذي الحجه. فانت ممكن تيجي تقول لي دلوقتي طب انا استفدت ايه برضو لما عرفت الاجابات دي؟ يعني ايه علاقتها بان انا افرح في العيد؟ احب اقول لك ان اجابه السؤال الاولاني هو ليه ربنا عمل لنا الاعياد دي اساسا توضح لك جزء كبير من سبب فرحتنا في العيد، لان جزء كبير من فرحه العيد اللي بيحسها المؤمن تمثل في رضا المؤمن ده عن مدى اجتهاده في العباده دي اللي كان بيعملها قبل العيد. يعني مثلا لو في رمضان اجتهد في العباده وصام شهر رمضان كله وختم القران كذا مره، هيدخل العيد وهو حاسس ان العيد ده مكافاه ليه من ربنا على العباده اللي كان بيعملها قبل العيد. وهنا بقى الفكره ان احنا اساسا بعاد عن ربنا الا من رحم ربي طبعا. يعني حاجه من حاجات مثلا ان احنا بقينا نعامل رمضان ده على انه موسم مسلسلات وصيام العشر الاول من ذي الحجه، رغم ان في ناس مش عارفه اصلا ولا عارفه ثواب. والعيد اصلا هو حاجه دينيه وروحانيه في الاخر، والفرحه اللي بتحس بيها فيه هي بمثابه مكافاه على العباده اللي انت كنت بتعملها قبل ما نسال فين المكافاه نسال الاول فين العباده اللي هنتكافئ عليها اصلا. انت عارف الموضوع عامل زي انك مثلا لما تيجي تلعب بلاي ستيشن. طبعا مش محتاج اوضح ان ده مجرد مثال عشان بس ما الاقيش حد نازل تحت في الكومنتات يقول لي انت بتشبه اجر ربنا بلاي ستيشن او حاجات من. طبعا ده مجرد مثال، وطبعا لله المثل الاعلى، بس حبيت انوه. عدنا
في الاوقات العاديه انت بتحس بقدر معين من الفرحه لما تيجي تلعب بلاي ستيشن، لكن مثلا لما تيجي تلعب بلاي ستيشن بعد ما طلع عينك 3 ساعات مذاكره مثلا، ساعتها هتحس بمتعه اكبر، مع انه هو نفس البلاي ستيشن ما اتغيرش فيه حاجه. بس الفكره ان في المره الثانيه انت كنت راضي عن نفسك، انت كنت حاسس ان انت عملت شغل وتعبت فيه وبتكافئ نفسك عليه. فطبعا اول خطوه في انك تحس بفرحه العيد والفرحه عموما في حياتك انك تقرب من ربنا وتحاول على قد ما تقدر ما تاثرش في عبادتك. انا مش بقول ان انا البني ادم التقي الذي لا يرتكب اي ذنب في حياته، لا، كلنا مهما كان ايماننا هنفضل مقصرين وعمرنا ما هنقدر ندي لربنا حقه على النعم اللي هو انعمها علينا. طبعا يعني الاخر كلنا بنغلط، كلنا بنرتكب ذنوب، ومهما كان درجه اجتهادنا في العباده هندخل برضه الجنه في الاخر برحمه ربنا ان شاء الله. بس على الاقل حاول، يعني في ناس حتى الصلاه الخمسه ما بيصلوهاش. يعني مبدئيا كده انت المفروض اول حاجه تحافظ عليها صلاتك. يعني انت اكيد سمعت الجمله دي مليون مره وانا مش محتاج افكرك بيها، ان الصلاه عماد الدين. يعني انت من غير صلاتك انت اسلامك مهدوم اساسا. فالنصيحه الاولى انك تقرب من ربنا، ده هيخليك راضي عن نفسك وهيخليك راضي في حياتك عموما. وصدقني الرضا ده بالذات من اكبر اسباب السعاده في حياتك كلها اصلا. طبعا ممكن يجي سؤال تاني في بالك، تقول مثلا طب وايه لازمتها؟ يعني ايه لازمه فرحه العيد دي؟ ما طنش الموضوع وخلاص. ما انا ممكن اقضي اليوم ده على الموبايل اعتبره زي اي يوم، يعني اروح اكمل شغلي بقى وخلاص. يا عم يعني فرحه العيد دي العيال الصغيره، يعني معلش، يعني ربنا ما نزلش علينا فرض ان احنا لازم نفرح يوم العيد ده. يعني حتى صلاه العيد سنه مش فرض لازم نأديه. بص، هو مش فرض، بس صدقني انت محتاج الحاجات دي قوي في حياتك. الانسان في حياته عموما بيحب يحس بانتماء، يحس ان هو ضمن حاجه مع ناس تانية مشتركين معاه في نفس الحاجه دي. زي ايه مثلا؟ زي صلاه العيد. صلاه العيد دي انت بتروح بتلاقي ناس كتير قوي ما يعرفوش بعض بس كلهم متجمعين مع بعض، سواء الصلاه دي كانت في الجامع او في الساحه او حتى فرشين في ميدان في الشارع. الناس دي كلها جايه لابسه لبس جديد وفرحانين باجواء العيد والتكبيرات، وبتلاقي الناس كلها بتضحك في وش بعض وبيسلموا وبيباركوا ويعيدوا على بعض، مع انهم ممكن ما يكونوش يعرفوا اسم بعض اصلا، بس كلهم بتجمعهم حاجه واحده، وان كلهم عندهم عيد خالق الكون ده عمله لهم عشان يتجمعوا مع بعض ويفرحوا. فانت لما تروح تحس ان انت اللي ممكن تكون في حياتك العاديه مش مشهور قوي بدفعتك مثلا، او مش انت الشخص الجامد اللي كل الناس بتحبه، او ممكن تكون حاسس انت مش مميز في حياتك، بس انت لما تروح صلاه العيد دي وتشوف الاجواء اللي فيها تحس ان انت جزء من الحاجه الجميله دي. يعني اليوم ده انت ربنا عمله لك عشان تفرح فيه، وانت في الاخر تفضل انك تسيب ده كله وتروح تقعد على الموبايل. انت عبيط يا اسطى. ده غير ان فرحه العيد اصلا مهمه لحياتك عموما. يعني انت لما تفرح في العيد وتفرفش مع قرايبك واصحابك ده هيحسن من نفسيتك ونوعا ما هيديك الصراحه من هموم وضغوطات حياتك. طبعا الناس اللي بتضطر تشتغل في العيد لظروف خارجه عن ارادتها يعني دول ربنا يكون في عونهم، لكن مثلا يكون عنده القدره انه ياخد اجازه من الشغل ويقرر ينزل الشغل بمزاجه في العيد، يعني مش عارف اقول لك ايه الصراحه. طبعا في ناس تانية بقى تقول لك لا انا مش هخرج في العيد، ده انا هنام احسن او اقعد اتفرج على التلفزيون. يعني مش كان الشخص اللي بيقول كده هو اللي بتلاقيه في الاخر قاعد بيشتكي اساسا، هو اللي بيقعد يشارك اغاني حزينه لتامر عاشور في الستوري يقول لك انا منطفي. يا جدع هنبعت لك الفرح والسعاده على اوضتك حاضر، وهنزود لك شويه شغف على الاوردر برضه عشان تعرف تحقق احلامك وانت قاعد على السرير. فخلاص الكلام، لو انت قررت انك ما تاخدش اجازه من الشغل في العيد بمزاجك، او انت مثلا قلت لا انا هنام او اقعد اتفرج على التلفزيون في العيد مش هخرج ولا افرح، ف صدقني يعني ده قرار غلط قوي. بس ممكن يجي سؤال تاني في بالك دلوقتي، طب تمام يعني انا عايز افرح في العيد وكل حاجه بس مش عارف، يعني مش حاسس برضه، مش عارف افرح في العيد. بقول لك ان المشكله ممكن تبقى في السن. يعني مثال مثلا اي طفل في يوم العيد هتلاقيه فرحان بسبب او بدون سبب، هو فكره بس انه عارف ان النهارده العيد والناس فرحانه ودي مناسبه المفروض يكون فرحان فيها، هو ما يصدق اساسا، هيفرح باي حاجه حرفيا. لبس جديد او مسدس خرز هيخلوه طاير من الفرح. انا فاكر قبل كده لما اهلي وافقوا ان اخيرا اجيب مسدس خرز في العيد، انا ما كنتش عارف امشي في الشارع من الفرح. لكن طبعا الانسان بيكبر، وانت دلوقتي يعني مش مسدس خرز اللي هيفرحك، وده طبعا مش غلط. يعني الانسان بيكبر وافكاره وطريقه تفكيره بتتغير، واللي بيفرحك دلوقتي ممكن ما يفرحكش بعدين عادي. خلي بالك ان بين العيد والعيد ممكن يوصل ل 8 شهور او اكتر، يعني انا ما حسبتهاش، بس ده طبعا وقت كافي ان شخصيتك تتغير فيه. والمسدس الخرز اللي كنت هتموت عليه العيد اللي فات وكان بالنسبه لك مصدر فرحه، العيد ده ما بقاش حاجه مهمه قوي بالنسبه لك. فطبعا بتاخد وقت على ما تلاقي حاجه تعملها تفرحك وتناسب سنك. ويوم العيد ده برده في الاول وفي الاخر بيبقى يوم، فانت ممكن ما تلحقش تلاقي حاجه تعملها تفرحك. طبعا الموضوع بينتهي بيك انك تكبر دماغك وتقعد على الموبايل. فالحل ساعتها بقى انك تنزل تجرب، انزل جرب، اعمل اي حاجه، انزل زور قرايبك اقعد معاهم وعايد عليهم، انزل اتمشى في الشارع وشوف الناس وهي فرحانه والعيال الصغيره بتجري ورا بعض بمسدسات الخرز. اي نعم ممكن تاخد خرزه كده ولا كده في جسمك بس مش مهم برضه، لكن المهم ان انت تخرج. وطبعا لو انت مظبط خروجه مع اصحابك فده يبقى احسن بكتير، لكن المهم انت في اليوم ده ما تقعدش لوحدك، بدل ما تقعد تتفرج على الناس من موبايلك وهم رايحين يصيفوا في الجونه وشرم الشيخ وانت قاعد بالفانيلا في صاله بيتكم ما محتاجش غير 5 جنيه في جيبك. انزل شوف الناس اللي فرحانه بجد في الشارع على الحقيقه، شوفهم هم بيضحكوا وبيهزروا. يا سلام لو رحت سلمت وعيدت عليهم عادي برضه، حتى لو انت مش عارفهم روح سلم عليهم وعيد عليهم، احنا كلنا في عيد. في برضه حاجه ثانيه ممكن تعملها، والحاجه دي فعلا بقى تديك حسنات وفعلا هتخليك راضي عن نفسك، تحس ان انت عملت حاجه كويسه، زي انك مثلا تروح تزور دار ايتام في العيد، تروح تعيد مع الاطفال وتشوفهم هم فرحانين بلبس العيد اللي جاي لهم فلوس التبرعات
معاهم، تقعد تلعب معاهم شويه تفرحهم. فكره مش بطاله برضه، باذن الله نعملها كلنا في المستقبل. في اخر الفيديو برضه عايز اقول لك حاجه، يعني فرحه العيد هي مالهاش قواعد معينه، يعني مش عباره عن خطوات تعملها عشان تكون فرحان، لكن هو شعور بيجي للانسان اللي راضي عن نفسه وراضي عن حاله. ممكن تكون قاعد في العيد ما بتعملش اي حاجه لكن فرحان، مش عارف الفرحه دي جات لك منين لكن فرحان. حاول دايما تقول الحمد لله. طبعا تقعد مع الناس اللي بتحبها في يوم العيد. كل سنه وانت طيب.